ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والصحة دايما يا رب. النهاردة هعمل لكم الشراشيب اللي بتبقى في الشيلان او العبايات اللي هي طالعة ترند دلوقتي، اللي هي فيها شراشيب زي اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. لازم تكون القماشة عندك مش تقيلة والنسيج بتاعها واسع شوية، ولازم تكون القماشة تكون خط بتاعها مستقيم، ما تكونش في حتت معوجة زي اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. لازم تتقص عشان لما تسحبي الفتلة تبقى الفتلة من اول القماشه لحد اخرها بتبقى تطلع خط واحد كده زي ما انتم شايفين كده. تمام. نقعد بقى ناخد منها نسحب النسيج بتاعها من الطريق من الناحيه اللي احنا عايزين نعملها. يعني ناخدش بطول وعرض، لا، اللي هو الجنب ده كده يبقى تاخد الشراشيب اللي هتطلع لبره نفس الاتجاه. يعني إن الخيطة تبقى مفتوحة من الناحيتين. على الناحية كمان اللي هي احنا هننسل منها زي ما انتوا شايفين كده. هنجيب حاجة رفيعة كده، دبوس إبرة ولا حاجة زي فكاكة الخيط، ونشد ونسحب فتلة فتلة لغاية لما يبقى عايزين المسافة اللي احنا عايزينها كده، تبقى بالمنظر ده كده. وهيبقى شكلها كده على الايد زي ما انتم شايفين. في حاله بقى لو عايزين تعملوا الشراشيب دي على مفرش، فلازم تعملوا التنسيل دون اللي نفس الاتجاهات كلها تبقى زي المفرش طول وعرض. ولو ماشي لو كانت عندكم فيها بورسل لازم تقصوا البورسل عشان يبقى جايه الشراشيب من بتاعتها من الاتجاهات كلها في حاله المفرش زي ما انتم شايفين كده.